بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجه سهله وسريعه. لو عندك منجيه وكيس جيلي تعالي نعمل بيها حاجه سهله وسريعه واقتصاديه ومنعشه وطعمها كريمي وشكلها حلو جدا في التقديم زي ما انتم شايفين كده. الوصفه سهله واقتصاديه ومش محتاجه منكم اي مكونات كتير. احنا طبعا بدأنا موسم المانجا، تعالوا نستغل ونعمل بيه حاجات حلوه كتير. ودي وصفه سهله بالمانجا. يلا بينا نشوف احنا عملناها ازاي. معايا هنا حبتين من المانجا، اي مانجا موجوده متوفره عندكم استخدموها، تبقى حلوه جدا في الوصفه دي. انا هنا كان عندي المانجا السكري دي، جبت منها حبتين غسلتهم وقشرتهم وقطعتهم مكعبات صغيره. بعد ما قطعتهم هجيب بقى شفشق الخلاط بتاعي، ومعايا هنا كيسين من الجيلي، طبعا استخدمت جيلي مانجا. هنحطهم كده في الخلاط، وهحط عليهم معلقتين اتنين بس من السكر. الوصفة كده السكر بتاعها مظبوط جدا. لو بتحبوا الحاجة مسكرة زودوا السكر شوية، وكمان على حسب برضك السكر بتاع المانجا. انا كان عندي المانجا مسكرة والجيلي طبعا مسكر، فاكتفيت بمعلقتين اتنين بس من السكر. وحطيت كوبايتين اتنين من المية السخنة المغلية. هضربهم بقى كويس جدا في الخلاط لمدة كده دقيقتين تلاتة، لحد كده ما الجيلي يدوب خالص والسكر ويبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بقى قطعت المانجا وجهزتها معايا، لو تقدروا تتلجوها في التلاجة بالفريزر وكونوا مجهزينها قبلها هتبقى حلوة جدا معاكم. بس طبعا انا قطعتها واستخدمتها على طول. حطيت كده المانجا، انا سبت من المانجتين اللي انا استخدمتهم سبت نص مانجايه هزين بيها كده الوش في الاخر زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو. مش هستخدم اكتر من مانجتين. وهنا معايا ظرف من الكريم شانتيه هحطه كده، ومعايا شويه بقى من التلج. لو انتم متلجين المانجا تقدروا تستغنوا بقى عن التلج، بس طبعا المانجا ما كانتش متلجه فانا هنا حطيت مكعبات من التلج. هنضربهم تقريبا بقى كويس جدا، تقريبا كده 4 5 دقايق لحد كل المكونات كلها ما تندمج مع بعضها وكله كده يبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. عايزاها كده توصل للقوام الكريمي الناعم اللي انتوا شايفينه ده. شايفين حتى تقيله ازاي؟ القوام بتاعها تقيل وجميله جدا وريحتها حلوه جدا. هنملى الكاسات بتاعتنا كلها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. الكميه دي عملت لي 8 كاسات او هتعمل 8 طباق من الصغيرين كده زي ما انتوا شايفين. الكميه دي او الحجم ده. بعد ما صبينا بقى الكميه كلها هندخلها بقى الفريزر تقعد لها تقريبا نص ساعه او ساعه على حسب. في جيلي، في انواع جيلي اللي بتتمسك بسرعه وفي انواع بتاخد وقت شويه. انا هنا قعدت معايا نص ساعه بالظبط. شايفين طلعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو مش مستعجلين عليها ومش عايزين تحطوها في الفريزر تقدروا تسيبوها عادي في التلاجة. ديت نص المانجايه بقى اللي انا قلت لكم عليها، قطعتها كده مكعبات صغيره هنحطها بقى كده على الوش. وبكده نكون عملنا بقى اسهل واسرع حلا مانجا، ما اخدتش وقت خالص. حلوه جدا في التقديم وسريعه واقتصاديه وما كلفتناش اي حاجه. لو جاي لكم ضيوف وعندكم مانجتين وكيس جيلي هتعملوا بيها الحلا السريع ده. طعمها حلو جدا والقوام بتاعها حلو جدا كريميه وطعم جديد. هتعجبكم ان شاء الله لو جربتوها. جربوها بنات وقولي رايكم فيها في الكومنتات وان شاء الله تعجبكم. وكده خلاص بقى اكون انا وصلت معاكم لنهايه الفيديو، اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عايزين اي وصفه يا بنات اجربها معاكم قولوا عليها في الكومنتات، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله.